احنا كنا بنتكلم على الإكشاك وأجنس الإكشاك. هو طبعا كان ساعتها كان في ضغوط رهيبة على المحافظة وعلى الأحياء. في ناس كانت خارجة من السجن، في ناس هربانة من السجن، في ناس ما كانش لها فرص عمل، في ناس كتيرة قوي وكانوا جايين طبعا وعاملينها سبوبة بضغوط وبنظام البلطجة والكلام دوت. احنا واقفين بصفة مؤقتة على هذه الإكشاك وبياخد رخصة سنة، وهي المفروض فاترين الاسم ب 40 سم ب 60 سم. طبعا مفاجأة ان يروح عمل 5 متر في 3 متر مثلا او 200 في 200، لكن رخصته الرسمية 40 سم 60 سم وفي شوارع معينة صرح فيها، انما مش في كل شوارع طنطا. لا مش في كله. فطبعا في شوارع محظوره تماما عشان حتى الواجهه الحضاريه بتاعت والمدخل الحضاري والمدخل للبلد وقيمه للبلد. وهي طبعا طنطا لها رونقها ولها جمالها كشارع البحر، كشارع الجلاء، في شوارع كتيره قوي محترمه. ومن الناس البلد لها ثقل اقتصادي ولها ثقل جغرافي جدا طنطا او الغربيه بوجه عام. هي عاصمه الدلتا وهي عروس الدلتا طنطا كمدينه يعني. فطبعا هي ظروف وعدت وربنا بس يرجع الامن لعافيته ان شاء الله في القريب العاجل. بنراجع هذه التراخيص ونظبطها بعد كده هو وكل الامور هترجع، وقلنا هذه تمتص غضب الشارع وتمتص برضه بعض الاعمال لغايه ما الامور ترجع للنظام امنيا وعسكريا وكل حاجه. وان شاء الله هو واخد رخصه بسنه لازم تتظبط ولازم اراجع عليه، ومش وقتها دلوقتي ان انا اضغط عليه او الغي له ترخيص. لا طبعا. الغزل هو مصنع الغزل والنسيج والمحله، وهو يعني مدخل كل المحلويه. شركه مصر غزل والنسيج فيها 23,000 عامل، مساحتها على 600 فدان، دوله داخل دوله. تمام. اي ثوره بتطلع من هنا. هم اللي تاي اي ثوره على مستوى الجمهوريه بتطلع من هذه الشركه. حاجه 26 ابريل من هنا. طبعا طبعا. نقول بالاضافه انا عندي 1250 مصنع غزل ما بين 8. هي دوله الصناعه بالفعل. هي اخطر محافظه فيك يا مصر الغربيه، نظرا لان المحله والصناعه وطنطا. لا ده انت مش عندك المحله بس، المحله نمره واحد. المحله من المدن المتميزه على مستوى الجمهوريه، فيها متميزه محليا. انا عندي 4 مدن. واستثمار دوله. طبعا استثمار دوله واستثمار افراد واستثمار هيئات. استثمار دوله بيجي بعد كده بقى الفراد. عندك 1250 مصنع لصناعات الغزل والنسيج والوبائيات وخلافه ما بين سمنود وما بين المحله. نقول ليها مواصفات خاصه المكان، كل ما تتخيل من اطياف المجتمع موجوده في المحل. تمام. كل الاطياف والاحزاب والطوائف والقوميات تلاقيها في المحل كله. خليط عجيب من البشر، ونقول خليط يكون جميل في بعض الاوقات وبيكون صعب في بعض الاوقات. ازمه المواصلات ببسيون. لا هو ما فيش بسيون، ما فيهاش ازمه المواصلات. لا جالنا رساله ان في ازمه المواصلات ببسيون. انا عندي المرفأ النقل الحمد لله بيغطي، ودي من انجازات. هنتكلم عن انجازات عشان ما نهدرش حق المحافظه. يعني مش جايين نكسر بس. لا 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 لا, لا. هي طبعا المحافظه طبعا ثقيله جدا. حتى معالي وزير المحافظ مستشار المستشار محمد جاي من محافظه الشرقيه. طبعا قال المحافظه الغربيه فيها ثقل كتير وثقل في حجم مشاكلها بحكم وضعها الجغرافي والصناعي والزراعي على مستوى الجمهوريه. بس نقول الغربيه نقول من ضمن الانجازات اللي تمت فيها اخيرا ان احنا دعمنا مرفأ النقل الخارجي بحوالي الداخلي حوالي 100 راس. انا كنت عايز اتكلم عن انجازات المحافظه بعد ما اخلص شويه حاجات، لان انا عايز طبعا في هجوم جامد على حضرتك بمطالبه بالرحيل، فزي ما احنا برضه جايين مع حضرتك بالرحيل، وده بشكرهم على هذه المطالبه لان الراجل تشكرهم. بشكرهم طبعا لان ده يبقى دعم لي ان انا امشي. يعني انجازات المحافظه المطالبه بالرحيل الشارع اللي حضرتك بتوجه بيه الشكر ان حضرتك عايز ترحل من هنا نصل للعبء النفسي. طبعا انا بقعد في المكتب او في شغلي يومين حوالي 16 ساعه. تمام من فضل ربنا من سنتين وشهر او سنتين تمت انجازات في المحافظه. تمام. لم تتم في 50 سنه. ايه هي يا فندم؟ نمرة 1 محافظة الغربية من سنة
50 لم يزد عليها مركز أو مدينة. تمام. كثافة سكانية بقت تضاعفت 4 مرات. وفي محافظات كانت تابعة لها زي كفر الشيخ كانت اسمها مركز الفؤادية، وانشقت عنها وبقت 10 مراكز أم، وانت ما زلت 8 مراكز أم. تمام. ده بيؤدي لايه؟ سوء الخدمة، بعد الخدمة عن المواطن، مفيش أي أداة بتتعمل له، مفيش أي مصلحة بتتعمل له، لازم يركب ويروح في حتة بعيدة عشان يروح المركز المدينة أو القرية أو. وطبعا زي ما هي 53 قرية أم أو 53 وحدة محلية و8 مراكز. من فضل الله الحمد لله احنا أنشأنا 17 وحدة قروية جديدة. تمام. أنا جاي من محافظة تانية اسمها الفيوم من شمال الصعيد، كان فيها 64 قرية وعدد سكانها 2 مليون ونص، انت 4 مليون ونص، للأسف 53 قرية. مفيش خدمات بتتقدم، مفيش إنجازات بتتعمل، مفيش المواطن يصبح الصبح عشان يروح يأدي خدمة، يعمل تصريح ولا يعمل رخصة ولا يعمل أي حاجة، يطخ مشوار كبير لغاية ما يوصل ما يعرفش يقدم مصلحته بعيدة عن متناول الدنيا. الحمد لله طلعنا قرار بإنشاء 17 وحدة قروية. الناس لما تقول أنا عملت وحدة قروية أو وحدة محلية يقول إنجاز، احنا عملنا 17 بعدد قرى المحافظة 70 قرية أو 70 وحدة محلية. دي نمرة واحد. تاني حاجة، زي ما انت 8 مراكز، انا عندي مراكز هنا تتقسم على 3 و4. المركز عندي انا يساوي 5 من الشرقية او يساوي 5 من المنوفية. تمام. من الكثافة ومن حجم المشاكل فيه. ليه؟ عشان ما انتش مفتت، ما انتش مقسم. في الوقت ان احنا ما عندناش مساحة جغرافية كصحراء. بالظبط انت مالكش ظهير صحراوي على مستوى الجمهورية ولا ليك اي امتداد طبيعي. المحافظة الوحيدة المخنوقة زي ما انت شايف على الخريطة. انشأنا الحمد لله وخدنا وعملنا الاجراءات بقالنا سنة وشوية في هذه لإنشاء واستحداث 5 مدن عواصم مراكز، بحيث انت بدل ما 8 تبقى 13. المذكرة ان هي في العرض على معالي رئيس الوزراء في القاهرة بقى لها شهر ونص بتدرس لان الاعتماد النهائي ان احنا نزود عدد المراكز. بدل من سنة 60 زي ما انت هتبقى الحمد لله بفضل الله وبفضل تعاون معالي المحافظ الاسبق عبد الحميد بيه الشناوي ومحمد بيه الفخراني برضه كان ليه باع معايا في هذا. لكن البداية بقى لنا سنة ونص ايام عبد الحميد بيه الشناوي بندرس انشاء 17 قرية و5 مراكز. ده انجاز تاريخي محدش فاهمه غير خبير المحليات. تمام. واحد ابن محليات فاهم يعني ايه هعمل هنا مركز ومدينة، وهنا في تأمين شرطة، هنا في مستشفى، هنا في مكتب بريد، هنا في صحة، هنا في مدرسة. كل دوت هيبقى كيان كامل بفرص عمل بهيكلة بخدمات للمواطن، يبقى المواطن جنب بيته الخدمة بتاعته. ده انجاز نمرة واحد. نمرة 2، الهيكل الاداري بتاع المحافظة كان محترق تعبان. كان الاداري بتاع الدولة بتاع المحافظة كديوان عام تعبان. لقيت انا جاي من محافظات 11 درجة مدير عام، درجة وكيل وزارة، لقيت 6 درجات. ربنا اكرمني وقابلت مع الوزير صفوت بن نحاس رئيس جهاز مركز التنظيم وخدت منه اوكي بانشاء 5 درجات مدير عام، ودرجة وكيل وزارة ده بيرفع من الكيان الاداري بتاع المحافظة بتاع الديوان العام كله. وتمت الموافقة عليها الحمد لله وجرت تم دعم ديوان عام المحافظة بأجور إضافية في خلال 2 3 مليون جنيه اعتماد إضافي. الموظف الحمد لله كان تعبان في الديوان وكان يتقاضى من 30%، أدخل مدير إدارة كان بياخد 30%، دلوقتي وصل 100%. الموظف بقى يطمع يجي الجمعة والسبت عشان هياخد مقابل. الجمعة والسبت وكان بياخد فلوس قد كده الحمد لله، وجبنا له حق طريق مجلس الدولة وجبنا له فلوس. بقى الموظف هنا مبسوط بيجي الجمعة والسبت مشان بنفس مفتوحة. ده بالنسبة للكيان الإداري وجغرافي المحافظة. نيجي نخش بقى على الإنجازات اللي على أرض الطبيعة والواقع. أول حاجة دعم المرفأ النقل الداخلي ما يقرب من 100 باص، 100 عربية، 25 مليون جنيه تم إنفاقها على هذا المرفأ. والحمد لله اشترينا 60 عربية، 36 ميني باص 28 راكب، ونقول 18 36 يا ربي و24 باص ميدي باص 33 راكب مكيف وخطوط طوالي. بقى عندك شبكة مواصلات كاملة زائد صيانة 40 ميني باص 29 راكب بتغطي كل الدلتا. انا عندي عربيات بتطلع للمنوفية، كفر الشيخ، المنصورة، بيلة يومين غير طنطا والمحل الكلام ده بنفس سعر التذكرة السابقة، ما عدا فرق التكييف صرفنا زودنا نص جنيه فرق التكييف في خطوط الطوال. ده انجاز. بقى عندك شبكة طرق، شبكة مواصلات جامدة جدا تغطي اي مشكلة عندك. لو في اي تقاعس من الميكروباص او قطع طريق او اعتراض على الاجر او بضخ هذه السيارات بالطقم السواقين
طبعا المحصلين بتوعي على خط بيغطي المشكله في ظرف ربع ساعه وظرف نص ساعه. وحصل اكتر من مره في المره دي في الوقت القريب ده في الثلاث شهور دول ان في سواقين اعترضوا من الميكروباص عشان يزودوا الاجره. وتحديدا خط سانت زفته برضو ان السواقين بتوع الميكروباصات منعوا بعض العربيات. لا ده عشان حصل مشكله وحصل بس الحمد لله نقول الامور اتعدلت وظبطت الخط دوت. لكن كان عندي مشكله كبيره ما بين بركه سبع وما بين زفته وخناقات بين الطرفين بين المنوفيه وبين الغربيه، والامور ابتدت تتظبط شويه الحمد لله وترجع تلاقي طبيعتها. وضخيت هناك مجموعه من الاتوبيسات حركت الركاب على ناحيتين بحيث ما حدش يقدر يعترض لان ما فيش ميكروباص شغال اساسا خالص. فطبعا مرفأ النقل دوت في 1500 موظف وكمساري ومحصل وعامل وفني ومهندس. كم كبير من العربيات هو عباره عن الشرايين. المواصلات دي بنسميها شرايين المكان، دي الاورده اللي بتنقل الدم اللي بتضخ الحركه اللي بتعمل، هي دي اسمها روح المكان. ده انجاز. الانجاز الثاني احنا عندنا عملنا الرابع مركز الانجاز الرابع مركز GIS، وده فخر للغربيه، وكان ليا شرف ان انا احط الطوبه الاولى فيه والحمد لله اشتغل بقى له ربع شهر او 5 شهر. اللي هو في طريق طنطا الجلاء. لا في شارع الجلاء شارع الجلاء في هنا في الجلاء. والحمد لله اجهزه على اعلى مستوى من التقنيه، الكشف عن جميع شبكات البنيه التحتيه تحت الارض لغايه اعماق توصل 12 متر، شبكات مواسير الميه، مواسير الصرف الصحي، الكهرباء، التليفونات، الغاز، لغايه البنيه الفوقيه اللي هي الرصف. كل دوت باحدث اجهزه. وعندنا كان في بروتوكول موقع بين المحافظه الغربيه وبين محافظه القاهره باستثمارات حوالي 6 مليون جنيه. دلوقتي عندي 6 فرق مساحيه بتطلع في اي لحظه، وعملنا شبكه مساحيه للمحافظه بالكامل مش طنطا ب 100,000 جنيه عن طريق محافظه القاهره. وشغالين دلوقتي اي مواطن يروح بيقابل على الرحب والساعه، بياخد تصريح الحفر، بياخد خريطه كامله مصوره بكل الشبكات والابعاد بالسنتي، وبيطلع معاه فريق مساحي محترم يكشف ويحدد له نقط الحفر بتاعته بالسنتي تحت اشراف برضه جميع شبكات المرافق في المحافظه. طبعا ده انجاز غير مسبوق، والحمد لله معانا مجموعه محترمه هناك بيقبضوا مرتبات معقوله، ولسه في زيادات ليهم ان شاء الله مقرره. عندي حوالي 40 فرد او 42 فرد بعربياتهم بحالهم باجهزتهم الخطيره. بعد المحافظ كان امبارح في زياره وانبهر سياده المستشار بهذا الفرح بهذه الانجازات، وعملوا عليه عرض شاشه كده بيعمل. الحاجه الثانيه اللي جنبيه في نفس الموقع وهيفتتح كمان نقول اسبوعين او 3 اسابيع مع بدايه العام الدراسي ان شاء الله، مصنع الوجبات المدرسيه ده بتكلفه ما تقرب من 20 مليون جنيه، ينتج 150,000 وجبه يوميا معبأه ومكيسه تحت احدث اجهزه التغذيه. وجبات للاطفال واطفال ابتدائي فقط. على مستوى المحافظه 150,000 وجبه في اليوم يوميا. غير اسطول النقل ده هيوفر ما يقرب من 350 ل 400 فرصه عمل مستمرين تحت اشراف طبي غذائي متكامل يومي، ورقابه وتعبئه آلية لخطوط الانتاج. خط الانتاج جاي من ايطاليا، ومع المحافظه طبقات امبارح ما جاي، وكان في خبير ايطالي موجود، وخبير ايطالي جاي كمان 10 ايام عشان يعمل التشغيل التجريبي. اسوه بباقي المحافظات اللي دي في ما عندكمش، وانا جاي من الفيوم كان في 3 مصانع هناك. تخيل بقى الصوت فيها، بني سويف فيها خطين، القاهره دلوقتي طالعه معانا. حضرتك بتقول ده من ضمن المشاريع القادمه للمحافظه للنهوض بالمحافظه؟ ده اشتغل ده هيشتغل اهو. برضو كان ليا شرف ان انا احط حجر الاساس وراقبه يوميا مع الخبير الايطالي مع المقاول مع مديريه الاسكان مع المحافظ يوميا. ده تاني مشروع في نفس الموقع. هناك كان في نفس الموقع برضو مجمع مخابز بينتج لي ما يقرب من 80,000 رغيف مميز و5 ساخ شكله يتباع بره ب50 قرش، وعندي اسطول نقل للعيش، وعندي حوالي 12 منفذ بغذيهم بعربيات العيش الخاصه بالمشروع اللي احنا استلمناه. ودي كان فتح 1000 فرصه عمل. مشروع الخبز في المحافظه 1050 فرصه عمل. شباب بيوزعوا، شباب واقفين في تشاك، شباب مؤهلات عليا محترمه ماسكين اداريات، وشباب بيسوقوا العربيات وبيوزعوا. كل المكان دوت ال3 مشروعات دولت الحمد لله اللي تم تجهيزهم وتنفيذهم وتخطيطهم بايد عبد الله مع المحافظ الاسبق محمد الشناوي في فتره التوليه انا السنتين. ده في مقر واحد اللي هو وحده السنه في شارع الجلاء. هنخش على صيانه وعمل مدخل كوبري فاروق. ده كان
هنخش على تغيير الاناره البيضاء، الطريق الوحيد المحافظه الوحيده اللي طول مثلا المسافه بتاعتها على الطريق السريع نقول حوالي 28 كيلو على طريق مصر اسكندريه، كلها اناره بيضاء موفره الطاقه واناره محترمه جدا الحمد لله. المحافظه الوحيده باقي اناره حمراء. عندنا البوابه بتاعت الغربيه اللي برضه بجهود ذاتيه تجاوز وصلت لمليون جنيه وبتمويل ذاتي من بره من بعض التبرعات مع لاند سكيب خطير، بوابه تليق بالمحافظه الوحيده اللي من ضمن 6 محافظات اللي لها بوابه محترمه. برضه دي من انجازات عبد الحميد الشناوي وعلي سيدي وبتكلفه ذاتيه. بس كان في احتقان من اللواء عبد الحميد الشناوي ان له امن دوله مع الثوره. لا الراجل دوت انا بغض النظر عن هو كان ايه احتقان، لانه طبعا تاريخه كامل دوله، لكن الراجل في منتهى الشفافيه، في منتهى الاحترام في شغله، في منتهى الطهاره والنظافه. راجل فير قوي لا يبدي احد، برغم ان هو من ابناء المحافظه من نيفيا من مركز طنطا. ما كانش بيميز حد، لا يعرف قريب ولا صديق ولا حاجه. راجل فير ودغري، راجل ما كانش بينام. كل المحافظين ال3 محافظين محمد بن فخراني محمد بن عبد القادر ما بيناموش لغايه 3 الصبح 4 الصبح بنكلمهم. انا ممكن انزل بدري الساعه 1:30 او 2 وهم قاعدين بيكملوا شغلهم الوسطى ولقاءات لغايه بعد الفجر. تمام. يعني المواطن عايز ايه اكتر من كده؟ لما يجي هو يدير المحافظه واحنا نولع في نفسنا يعني عشان الناس بس ما زال انا فاهم حضرتك بتقول، بس الناس بقى بتتكلم ايه ان هو العشوائيات شويه، عايزين يقولوا ايه رغيف العيش ما زال زي ما هو، ورغيف العيش ما زال في المستوى الرديء، ازمه المواصلات الداخليه لبعض يعني لا ازمه المواصلات انفرجت تماما بعد المرفق ما اتحرك بقى له 3 شهور او 4 شهور تماما. تماما وبنفس الاسعار. السوق الرديء للعيش. نعم السوق الرديء للعيش. والله هو حكايه احنا كنا في فتره الثوره، انا اقول لك انا نزلت 14 يوم جميع مخابز المحافظه مريت عليها ومعايا لجان سريه كنت بنزل فيها بلف في القرى والنجوع والمراكز، بمر على كل يوم مش اقل من 3 4 مخابز واسواق القريه واسواق البلد. كنت بشوف اسعار البضاعه اللي موجوده وكم البضاعه والناس وحركه السوق، وبلغ عبد الحميد الشناوي بالتليفون لحظه بلحظه بالساعتين وبال3 واشوف ان العيش كنت افوت بقى في الوزن، لكن المهم ان العيش طالع متوافر. المهم كل الناس بنعمل محاضره كان وقت الثوره وكان شغلانه تقيله، وكنا نقول له يا عم ماشي، كنا بنوزن ونشوف لا تزود هنا هو كذا، لا العجين يبقى كذا، لا كذا، ولحظات ونيجي تاني يوم نتابع. والحمد لله عدت الفتره ديت على خير. ان المهم كان رغيف العيش موجود والصفه كويسه. ده اول الثوره كنا بننزل والناس طبعا فاكره ان مفيش حاجه، لا انا بنزل بعربيتي ومعايا طقم في عربيه ثانيه ونخش نوزن العيش ونقف ونسال الناس في ايه، والسوق نشوف فيه فاكهه خضار بقوليات اللحوم الدواجن، بنمر على ده من غير ما حد يحس عشان الايه والبوتاجاز كل دي والمواد البتروليه حصلت ازمه في الاول واخد بالك. كل ده كنا بنعمله في الشارع والمواطن البسيط ما يعرفش يعني، لان كل الحمل الثوره كان كل ثقلها كله جه على المحليات الداخليه. انت عارف كان وقتها ظروف انفلات الامن اللي حصل والسقطه الكبيره اللي حصلت، الظروف اللي حصلت في الشرطه، كان مين اللي شايل الهم امنا واداره وتنظيما وفلوس؟ المحليات المحافظه والمراكز والمدن والقرى والكلام ده. فطبعا كنا لازم نبص للمواطن. اهم حاجه كان رغيف العيش، اسعار المواد الرئيسيه، المواد البتروليه، توفرها في السوق، كل ده كان بيتم من غير ما حد يحس ان احنا رؤساء المدن ورؤساء الاحياء في الشارع. علاقة اللواء عبد الحميد الشناوي بنادي طنطا وأزمة نادي طنطا اللي كانت مستمرة قبل الانتخابات، ودايما قال لك ان في العلاقة قوية بين اللواء عبد الحميد الشناوي. حضرتك تقدر يعني النقطة دي تحديدا تفصل لنا مدى العلاقة بين اللواء عبد الحميد الشناوي والأستاذ فايز عرابي رئيس النادي؟ هي علاقة دراسة، كان زملاء في دكة واحدة. تمام. بس طب يعني دايما البعض بيطالب بوكالة الأستاذ فايز عرابي، وكان عند حضرتك انا هقول لك على حاجة معلش. انتخابات تمت صح تحت اشراف قضائي والاستاذ فايز عرابي باصوات فرق 7 اضعاف. انا جالي نتيجه البتاع احنا كلنا متابعين. الاستاذ فايز كان 2000 وال 800 و 600 بالظبط. انا شفت انا النادي ده بقى لي 2 سنين وشهر هنا في الغربيه، دخلته 3 4 مرات. انا عضو في الزمالك في القاهره وعضو في المعادي، نوادي راقيه جدا
نادي طنطا يضاهيها في الرقيه في المستقبل. انا ما اعرفش بقى، انا شفت قبل فايز، انا شفت فايز مسك بقرار تعيين 3 سنين متتاليه، شفت ان نادي محترم يضاهي نادي الصيد ونادي الزمالك، وفي طفره انشائيه، وفي طفره الله ينور عليك، وفي انجاز، تمام، وفي نظافه وفي شياكه وفي فخامه، في برستيج. تردد ان اللي هو عايز العضويه وصلت 40,000 جنيه، والدخول بها صعب الحقيقه، 25,000 وكوسه و15 تقسيط. دلوقتي بنجيب وسائط عشان ندفع 20 وقسط 20. تردد ان اللي لعب حميد الشناوي كان عليه ورقه الاستاذ فايز عريبي ومتستر عليهم وطلعه. لا طبعا. هل يوجد حاجه دي ان الاستاذ فايز عريبي لا 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 نهائي. معلومات عن النادي ان مجلس اداره محترم، مجلس اداره نقي، كل خلي بالك بياخد على تفتيش مديريه الشباب والرياضه، بياخد على تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات، كل اجهزه رقابيه بتتابعه، وطبعا اكيد شكاوى راحت لكل هذه الجهات، زي ما بيجي شكاوى هنا فيا، زي ما بيجي شكاوى في المحافظه، وبتروح يجي الجهاز المركزي، يجي رقابه اداريه يحقق، يجي طبعا الحمد لله الملفات كلها خير سواء هنا او هناك، والا كان زمان رحنا ورا الشمس. انا عارف ان انا واخد وقت من حضرتك لان الناس هنا برضه في المكتب بسم الله ما شاء الله المواطنين، وانا عارف ان الوقت قصير طبعا. حضرتك عايز تقول ايه للشارع من يطالب بالبقاء حضرتك ومن يطالب برحيل حضرتك؟ اقول لكل الناس اتقوا الله فينا ليس اكتر. ده اخر كلمه حضرتك تقفل بيها؟ ان الواحد بيقعد في مكتبه اكتر ما يقعد في بيته مرتين 3. اتقوا الله في القيادات الشباب بس. اتقوا الله. سمعنا ان حضرتك من ضمن المرشحين لتولي محافظه كفر الشيخ. ان انا ابقى محافظ؟ انا ترشحت اكتر من مره من قبل الثوره وبعد الثوره، ومن فضل ربنا ان انا يعني زي ما بيقولوا من اكفأ سكرتير. ده نتيجه ان حضرتك من احد فلول الحزب الوطني في بني سويف؟ لا انا ما كنتش فل ولا الكلام ده اتكتب واسئله جت، يعني انا بقول لك الكلام اللي بيتقال قد يكون الكلمه انا رديت رسمي. انا حلفت اليمين في بني سويف في 4/2008 واقسم بالله قدام احمد زكي عبدين اللي هو محافظ كفر الشيخ، لانه كان محافظ بني سويف وبلدياتي، واقسم بالله لم احضر جلسه واحده من حلف اليمين، وكان هو من يومها بنودع احمد زكي عبدين كمحافظ بني سويف، وكان جاي كفر الشيخ وانا اعرف شخصيا وهو يعرف شخصيا، لكن لم احضر. بتجيلي الدعوات، القانون بيقول ايه؟ 5 جلسات ويفصلوني، يفصلوا العضو المتغير. انا ما بفصلوش، كل ما يجوا يفصلوني محافظ انهم عيب انت هتفصلوا علي بيه. طبعا كمحافظ سابق صديق واللي قبله صديق ومعرفه شخصيه، فكانوا بيستعيبوا ان هم يفصلون، لكن انا 3 سنين و3 شهور ما حضرتش ولا جلسه. والدعوات بتجيلي لغايه ما تحل المجلس، والله كانت بتجيلي دعوات فطار، دعوات لجان، دعوات اجتماعات عليا، ولا عمر وقفات احتجاجيه، ولا عمر رحت، لان المشوار من هنا لهناك ببساطه 3 ساعات ونص. هروح فين واجي امتى؟ اذا خرج قرار من الوزاره برحيل حضرتك من هنا هتكون سعيد؟ مفيش حاجه اسمها رحيل دي عيب قوي. طيب اتفضل. طب نقول استقاله؟ ما انتقال، لا استقاله انا لسه 55 سنه. تمام. حضرتك اتقدمت بيها 5 مرات؟ 4 مرات، والنهارده ال5 ابعت فاكس رسمي للوزير. النهارده هتبعت فاكس رسمي؟ بعته خلاص. اهو خلاص. مصدق حضرتك؟ مصدق عشان تبقى شايف، وادي الفاكس وراها كده اهوت. انت بتصورها؟ تمام. لان اللي تم في الغربيه في 2 سنين ما تمش في 50 سنه. واتحدى دول اخواتي الكبار واساتذتي سكرتير العموم، بس ما حدش عنده فكر او الجرأة الماليه والانجاز والقوه في اتخاذ القرار. انا 34 سنه في مصر، مش بعد 32 سنه في القاهره، وتاريخ محترم قوي ماليا واداريا. وانا كنت بدرس في 90% من قيادات مصر ديت رؤساء مراكز وسكرتير العموم، كانوا بيقعدوا لي يعني يسمعوني في مركز هيئه القاده وفي مركز سقاره وفي مراكز الدراسات الوطنيه، بدون محاضرات ازاي يشتغلوا ماليا واداريا ومحليا. ده الوقت اللي في الوقت ان بعض المقربين من حضرتك قالوا ان رحيل حضرتك من هنا المحافظه خساره للمحافظه. دي ناس محترمه القريبين. انا المقربين قبل ما اجي اعمل حوار سائلين برضه القريبين جايبين من هنا وجايبين من هنا برضه عشان ما لا اللي بره ده ما يعرفنيش. تمام. اللي بره في الشارع ده ما يعرفنيش، لكن في شباب حلوين دول معايا في المكتب. اسال اللي حضر معايا اكتر من موقف زمان
من يوم الثوره وفوجئ انه بيجي يقعد معانا الساعه 2 صباحا وننزل في الشارع مع بعض، في الشارع نتمشى ونفكر احوال البلد. احمد فليفل بالتحديد من ائتلاف شباب الثوره. صفيه ده لسه جاي جديد في الاخر وعلي برضه، لكن انا بقول لك احمد فليفل جه بعديه بسام، ماجد جه بعديه عدد من شباب الثوره كانوا بيقعدوا معايا، بس اللي كان بيرافقني 2 و3 الصبح وبينزل معايا احمد فليفل، بينزل يعدي معايا الشارع ويتمشى معايا، لان كنت بقى فيش عربيات، كنا بنمشي على رجلينا وبنتحرك ونشوف البلد شكلها ايه، وربنا هو الحارس. خد بالك الواحد، انا كنت جاي ما باخدش اسبرينا في الغربيه، انا عملت عمليه في القلب من 8 شهور بعد ما رجعت من الحج، باخد 7 يعني. الغربيه قضت عليا صحيا، وانا طالب ان انا اتنقل من الغربيه لاسباب صحيه ونفسيه. ليه؟ حرام حرام، لا حرام. تعرف في كلمه شكر النهارده انا عينيا دمعت وانا مع الموظفين. ليه؟ لان مظاهره حب وتأييد متصوره لعلي سيد، الديوان 200 300 موظف قاعدين في القاعه الكبرى والتسقيف ايه. طب شايف مين حضرتك اللي بيقود يعني اللي عاوز حضرتك يمشي من الشارع؟ شوف انا قلت ايه، اتقوا الله وحسبي الله، وما يلزمنيش اعرف مين، لان لا مؤاخذه سوري ما يستاهلش انا اعرفه، ان هو ما يعرفنيش. تمام. ده في ناس بس بغبغه. طب هل حضرتك هل بعد ما طبعا كل الناس يسمع الفيديو دوت، وبعض الناس اللي بعتت برضه رسائل بتطالب يعني حضرتك بناء على من هنا ما رجعت، هل من الممكن هم لو جم لحضرتك قعدوا معاك؟ قوي ما انا بعت اجيب مكتب حضرتك مفتوح قوي. طب حضرتك قلت بعت ناس، هل هم رفضوا ان هم يجوا؟ في ناس جم محترمين من قطور وناس جم من المحله وقعدوا معايا وخرجوا واقتنعوا يتفق. اما الباقي لما يجي فهو مصمم على ده براحته، ده براحته، ده انسان فاضل محترم، بس يعني تفكيره محدود شويه. كل سنه وحضرتك ما طيب، يعرفنيش. رمضان كريم، الله اكبر، والعيد جاي خلاص، فاضل له نص شهر اهوت، كل سنه وكنا سعداء جدا. لا رمضان جاي كامل كمان، دي مشكله جديده، جاي 30 يوم. احنا كنا سعداء بالانفراد ده للغربيه فيه طبعا، واحنا كنا سعداء بالحوار مع حضرتك. انا برضو بقول يعني كل من اهل الدنيا يشرفني، انا حبيت المكان وحبيت الناس واحترمتهم، بحب المكان بدي اكتر، بس لما الاقي بقى شغل يعني مش حلو ما شجعش واحد يقعد. السقف جابوا كئيب، الصحفيين انا كفيل بيهم الحمد لله، ابتدوا ينزلوا اعتذارات وينزلوا تكذيب، كل الحمله الفجرات ديت وقعت، لان بعت انذارات اللي معاه وثيقه يا اخوانا انا هدفع على كل ورقه 10,000 جنيه من حر مالي، واروح اسلم نفسي النقل، ورقه ضدي انا اللي على حضرتك ورقه اللي معاه ورقه يجي كده وانا اقول السلام عليكم يا سياده المستشار، الورقه هي السلام عليكم، وانا همشي. انا كده ماشي، ما انا قرفان، انا مش عارف في حته، مش عارف اشتغل. انا بعمل دلوقتي بطرح 5 مراكز تكنولوجيه مره واحده، المركز بيتكلف حوالي نص مليون جنيه في 5 مراكز، الوحيد منهم في الثاني في اول المحله، حاجه طفره، دي من ضمن برضه الانجازات. حديقه المحله اللي على 7 فدادين من ضمن الانجازات، كنت بروحها كل اسبوع مرتين، بتابع المهندسين والزراعيين والمقاولين العرب والكلام ده كله. مدخل المحله، الجداريات بتاع المحل، مجمع صرف ساحل عمق 12 متر تحت الارض كنت بنزله، اكبر من نفق متر الانفاق في مصر، بتابعه شوف الكلام ده. مين اللي يفهم الكلام ده؟ لازم يكون حد متعايش معاك، لازم يكون حد القريب اللي بينزل معايا ويتمرمط واسيب بيتي واسيب حالي انا في مصالح خاصه ليا واقفه بره في القاهره وفي اسكندريه ومرسى مطروح، حالي واقف عشان المحافظه.